ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم؟ معاكم محمود. هنتكلم النهارده على الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي الممتاز. احنا ابتدينا اول ماتش، كان عندنا فوز ساحق بخماسيه على تشيلسي على وست هام. وطبعا المباراه دي كانت رائعه جدا. بداية قوية وعادت القوة تاني الفريق تشيلسي. عندهم بعد ما كانوا متأخرين بهدف في أول الماتش في الدقيقة 6، رجعوا ب5 أهداف متميزين. الفريق متميز من الناحية الهجومية، و يعني حصل بعض تدارك المشاكل اللي كانت في الماتش الأولاني، وعوض الأداء اللي كان مخيب لجماهير تشيلسي في الماتش الأولاني لهم بالتعادل، ووصل للناس ان انا بطل العالم موجود اهو، جاي انافس على الدوري، مش جاي ايه العب على مراكز مؤهله. قوه هجوميه ضاربه. الفريق عامل شغل جامد جدا وعالي جدا، نواحي تكتيكيه متميزه. عندك في جواو بيدرو وبيدرو نيتو عاملين مباراه رائعه واهداف ولا اروع الصراحه يعني. فانا من رايي النهارده اللي هو تشيلسي استغل الماتش صح والمنافس صح، لان المنافس ضعيف وست هام السنه دي ضعيف جدا، فاستغلوا استغل المنافس الماتش ده بطريقه كويسه، وقدر يحقق فوز كبير يديله دافع ويديله ثقه، ويبين للناس ان اللي هو تشيلسي موجود، مش جاي يهزر، جاي ينافس على البطوله. طيب الماتش اللي بعده احنا بنتكلم على فوز توتنهام على السيتي، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، لان السيتي المفروض بفكر جوارديولا، المفروض بالفريق اللي موجود بالسكواد اللي موجود يعمل ماتشات اقوى من كده. وكان يقدر يحقق الفوز بطريقه صعبه شويه بسبب بعض النقط والثغرات اللي موجوده في الفرقه، خصوصا في الناحيه الدفاعيه. بس كان المفروض يكسب. توتنهام طبعا عمل شغل عالي جدا مع المدرب بتاعه. المدرب بتاعه راجل فاهم تكتيك بشكل كبير، غير من شكل الفرقة، اشتغل على نقاط القوة اللي موجودة عنده، لعب على نقاط الضعف اللي موجودة عند سيتي عنده استحواذ بدون فايدة، بدون أنياب. في المقابل اللي انت عندك الهجمات الخطر كلها جاية من اتجاه توتنهام. عندك محمد قدوس وريتشاردسون عاملين ماتش رائع. الراجل المدرب طبعا بتاع توتنهام غير لما كان بيلعب على الهجمات المرتده، وكان فتح الملعب ب4 مدافعين عموما، والاثنين الباك اب بيبقوا طايرين، واثنين في قلب الدفاع. شويه بعد ما السيتي بدا يعمل تغييرات ونشط الناحيه شويه عنده الناحيه الهجوميه واستحوذ على الكره بشكل اكبر، قام راح منزل مدافع ثالث عشان يقفل ب5 ورا ويعمل تامين دفاع بشكل كبير. بقى الهجوم، لان السيتي ضغط جامد، فبقى هو يرجع لورا، وبقى الهجمات المرتده بتبقى من بدري شويه، فلازم يبقى عامل تكتل الدفاع ورا عشان يقدر يحمل الفريق بتاعه. فهو الراجل اشتغل على تكتيك ممتاز جدا. بس المفروض برضو يعني انا من وجهة نظري اللي بيبي جوارديولا بعد السنين دي كلها وبعد الاسلوب ده كلها، في ماتشات انا مش لازم اشتغل عليها اللي انا ابقى بلعب حلو وماسك الملعب وبأدي بشكل فنيات رائعه وكور مش عارف عامله ازاي، وانا مش ماسك الكوره، مش مسلم الخصم سنتي في الملعب، وفي الاخر ما بقاش فيه اي هجوم ولا اي انياب موجوده على المرمى، مفيش اي اداء ايجابي على المرمى. ده انا كده صفر. المفروض اللي فيه ماتشات معينه السيتي يشتغل عليها، اللي انا بدور على 3 بونت، انا عاوز احقق 3 بونت لا اكتر ولا اقل. اخد الثقه في نفسي واخد الثقه في اللعيبه وابدا ابني في افكاري مع اللعيبه. حاجه تانية في ماتشات انا لازم ادور على 3 بونت، مش هيهمني اي حاجه تانية، مع احترام لكل الناس، ده رايي الشخصي. تاني بقى فوز برينفورد على استون فيلا. طبعا هو كان فوز غير متوقع، استون فيلا المستوى السنه دي سيء، تعادل في هزيمه. فالموضوع احنا هنشوف نسخه سيئه السنه دي من استون فيلا ولا لا. برينفورد عمل مباراه كويسه. خلي بالك برضو من الحاجات الوحشه بالنسبه لاستون فيلا، انت ماتشين 2 على التوالي مش قادر تجيب اجوان، يعني انت ما فيش ولا جول سجلته، انت متعادل 0-0 ومغلوب 1-0. فانت فين النجاعه الهجوميه، فين الهجوم بتاعك فين؟ طيب بالنسبه لفوز متوقع واداء قوي من بورنموث، فريق بورنموث فاز على وولفرهامبتون بنتيجه 1-0. اعتقد
بس كان اداء ممتاز، استكمالا للاداء اللي اداه مع قدام فريق ليفربول والهزيمه اللي خسرها يعني لاسباب فرديه ولاسباب اللي ضعف اللي هو هبوط المستوى اللياقه البدنيه للاعيبه بورنموث. بس على المستوى الفني هم ادوا اداء مباراه كويسه سواء في المباراتين، وحققوا اول 3 بونت ليهم، وهيكملوا السنه دي بشكل كويس. الفوز اللي بعد فوز غير متوقع لبيرلي على ساندرلاند بصراحه انا كان بالنسبه لي الموضوع صدمه. اداء ممتاز لفريق بيرلي وسط اداء سيء من فريق ساندرلاند وقدر يحقق الفوز. عندك تاني فوز واداء وقوه هجوميه وصحوه واظهار قدره الصفقات الجديده، وقول زي ما تقول لفوز ارسنال على ليدز يونايتد خماسيه وتدمير دفاعات ليدز يونايتد نهائي 5-0. اداء هجومي رائع، تمبر الباك، ساكا، جيوكيرسي، دول اداء عالمي بصراحه، خصوصا ان هما اتنين. جيوكيرسي جاب دلوقتي الجول، جاب هدفين على ما اعتقد جاب هدفين، يعني بيبين للناس انا صفقه هجوميه من العيار التقيل جاي اضيف للفرقه، جاي اعمل اداء تحسين اداء، ما يبقاش انا اعتمادي على الاطراف فقط، انا المهاجم جاي اخلص. ساكا طبعا احنا مش هنتكلم عليها، في جون اللي هو جايبه برجله العكسيه ده ممتاز، يعني هو جايبه برجله اليمين حاجه مفيش بعد كده. تمام. مستوى عالي. هنشوف بقى في استمراريه ولا هيبقى الموضوع قدام فرق ضعيفه بس زي ليدز. يعني ليدز هي قويه هجوميا ضعيفه دفاعيا، فهل انت الاداء والصحوه بتاعتك ده هتبقى قدام الفرق، ولا هتستغل اللي انت عملت الصحوه وهتستغل الدفع بتاع الفوز 5-0 وتبني عليه وتكمل ان شاء الله. طيب اللي بعدها فوز ايفرتون على برايتون بثنائيه. ايفرتون وبرايتون خلص 2-0. المباراة كانت متوسطة، في خطورة أكبر من برايتون على ايفرتون، بس ايفرتون قدر يستغل الفرص والمتاحة بالنسبة له وكسب 2-0. تعادل كريستال بالاس ونوتنجهام فورست أنا كنت متوقعه، الماتش كان قوي، في تعرض في الإحصائيات كبير، الخطورة كانت أكبر بس من جانب كريستال بالاس، بس الفلاحية الأكبر كانت من جانب نوتنجهام. يعني نوتنجهام شاط شوطة واحدة على المرمى جاب جول، كريستال بالاس شاط 4 كور على المرمى جاب جول. طيب تعادل يضحك فولهام واليونايتد، يعني انا مش عارف هو اليونايتد عاوز ايه من جماهيره. يعني انت بتتعادل ومع فولهام، وفولهام ركبك في الاحصائيات، وكل الاحصائيات دول اللي فولهام ممكن يكسب، يعني الراجل اكتر خطوره واكتر استحواذ واكتر شوط على المرمى واكتر في كل حاجه. انت عاوز ايه تاني؟ انتوا اليونايتد عاوزين ايه تاني؟ صفقات جديده وجاب اداره فنيه موجوده، المدرب شغال وعاوز يعمل حاجه، بس انا مش فاهم في ايه. النادي ده نحس، النادي ده يعني ما اعرفش مش عارف يطلع من الدوامه اللي هو فيها لغايه دلوقتي ازاي، مش عارف، مع انه هو بيغير لعيبه تقريبا كل سنه، يعني هو بيغير نص فرقه تقريبا كل سنه. طيب الماتش الاخير والماتش اللي خلاني انا اتكلمت فيه قبل كده وهو زهقني جدا، فوز ليفربول على نيوكاسل. هو اولا فوز يعني المفروض خساره لنيوكاسل بتعمل فوز، لان بتعمل يعني هو خساره مر قصدي يا رب نيوكاسل، وفوز لليفربول بتعمل خساره. ليه؟ لان نيوكاسل كان يستحق. الراجل الفريق بتاع نيوكاسل انطرد منه لعيب، مغلوب منه 2-0، قدر يرجع من النتيجه 2-2 وليفربول قدر يكسب في اخر الماتش. كل اللي عمله ليفربول كان سيء. انا في ليفربول لم ياتي الى ارض الملعب خلال 90 دقيقه ولا ال 100 دقيقه اللي اتلعبت، لم ياتي الى ارض الملعب. ليفربول ما كانش متواجد. كل الاهداف وكل الشغل اللي حصل بالنسبه لليفربول والخطوره، اي خطوره حصلت لليفربول كانت ما هي الا شغل فني، شغل مهارات فرديه من لعيبه، وليس شغل فني من المدرب. المدرب اخطا في التشكيل عفوا المدرب اخطا في التشكيل من البدايه. عندك خطا في الدفاع، اولا منزل سوبوسلاي باك يمين تمركزه باك يمين، كورتي جونز في خط النص منزله جنب جرافنباخ، قدام 3 عتاوله، قوه بدنيه رهيبه، تدخلات عنيفه في خط النص المقابل. كيركز لسه لغايه دلوقتي مش لاقي نفسه في الفرقه، ده اركنه على جنب. انا بتكلم بقى في الاخطاء الفعليه. انت عندك سوبوسلاي، عندك
كورتس جونز. يا عم نزل برادلي ونزل، انا معاك، ممكن تنزل في الوقت ده بقى اللي هو اندو، وتارو اندو، مع قوه قصاد قوه. فيرتس والاربعه اللي قدام هيحلوا لك الموضوع، بس انت قوه قصاد قوه. وتارو اندو، جرافنبرغ عنده الناحيه الفنيه عاليه، وتارو اندو قوه وورك ريت عالي وقوه بدنيه عاليه، فكان المفروض الدويتو اللي يبقى موجود في الاثنين اللي على الدايره كده. انت نزلت له كورتس جونز بيعمل ايه؟ لذلك احنا على الله فرقه مش عارفه تجيب جون في الشوط الاول في الماتش الاولاني، والهجوم عندها فيه مشاكل ومطرود منها. المفروض اللعيب ده جوردن اللي المفروض على الورق هو المهاجم مطرود ويجيب في الجونين. فانا نفسي الاستاذ ارن سلوت يعني يبطل عجن وبطل غباء، ويبطل شغل فلسفه. يا عم انت معاك لعيبه، حط كل لعيب في مركزه بس مش اكتر. انت عندك باك يمين، ده انت لو لعبت جو جوميز مكان سوبوسلاي ارحم لي من سوبوسلاي واستفيد من سوبوسلاي كبديل في مكان تاني. انت ايه يا عم، مفيش مخ؟ هو المفروض كان في الماتش ده الصراحه من بدايه المباراه لنهايتها مع الاداء القوي اللي ادوه نيوكاسل اللي يفوز، بس الخبره، بس المهارات الفرديه حسمت الموضوع لليفربول. وده انا زعلان وانا بقول لان انا مشجع ليفربول. يلا خير ان شاء الله، واتمنى من حضراتكم الدعم بلايك وشير وسبسكرايب، سواء اذا كان على صفحه التيك توك او على صفحه اليوتيوب. في التيك توك هتلاقي البايو بتاع القناه موجود على اللينك بتاع القناه موجود في البايو. وارجو من حضراتكم ان انتوا تدعموا القناه ديت، وعشان خاطر نطور المحتوى بتاعنا يوم بعد يوم ان شاء الله. نهاركم سعيد، نلقاكم في حلقه تانية ومع الاسبوع الثالث ان شاء الله. سلام.